نجم الجزائر الجديد يكشف شرط بالماضي لضم مزدوج الجنسية. قال قيتون: لقد اتصل بي مساعد بالماضي ولم أكن أنتظر ذلك تماما. لقد سألني فقط عن مدى تعلقي بأصول الجزائرية، فأكدت له ارتباطي بموطن أجدادي، وبأني على تواصل دائم مع والدي الجزائري وأسرته في أرض الوطن. وأضاف: حينها طلب مني الإسراع في تسوية وثائقي من أجل الحصول على جواز السفر، وبعدها وجدت نفسي متواجدا في القائمة التي اختارها بالماضي من أجل المعسكر الأخير. وأصبح بالماضي غير متشدد مع مزدوج الجنسية منذ فشل الجزائر في التأهل لكأس العالم قطر 2022.